السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت، وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم عاملين إيه أخباركم؟ كويسين؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وبصحة وبسلام دائما وأبدا يا رب إن شاء الله. أهلا بيكم في الحلقة ال15 من بودكاست نص الليل. والنهاردة هنتكلم عن حاجة لطيفة جدا ألا وهي الافتراضات. النهاردة الحلقة للعلم بالشيء هي حلقة من اقتراح شخص عزيز عليا جدا، وهو تاني شخص عارف في البودكاست. للعلم بالشيء على جنب، أنا ما أعلنتش عن البودكاست ده خالص في دايرتي الصغيرة ولا دايرتي الكبيرة. اللي عرف أول شخص عرف بالموضوع ده هو كان شخص أنا قلته في الحلقة الأولانية، لو ما سمعتوهاش روحوا اسمعوها. والشخص التاني هو اللي اقترح الحلقة بتاعت النهاردة. وبصراحة من أول ما قلت وهو كان مستمع جيد، وكان كل حلقة يجي يقول لي أيوه أنا حاسس بده، أيوه أنا عارف ده، أيوه أنا مش عارف إيه كده يعني. تمام. أنا بالنسبة لي والله مبسوط جدًا من هذه الإشادة، وأنا بالنسبة لي دول الشخصين دول هم اللي كانوا بيشجعوني يعني الفترة اللي فاتت، plus الناس والله اللي في الكومنتات بصراحة شاكر جدًا ليهم لو هم متابعين دايمًا يعني وبيسمعوا الحلقات أول بأول لمّا بتنزل. شكرًا ليكم والله على دعمكم، أنا مش عارف أقول لكم إيه. إحنا يعني لسه أسرة صغيرة كلنا سوا، بس إن شاء الله الدنيا تكبر أكبر وأكبر وبصراحة مش ناسي لكم إنكم في وقت من الأوقات اللي أنا كنت فيها باحس إن أنا مُرهق أو overwhelmed كده، إن أنا ب يعني مضغوط عليّا أو حاجة زي كده يعني، فباحس لمّا بادخل أقرا كومنتاتكم بابقى مبسوط بصراحة. يعني الناس اللي كانت بتشجّع وتقول كلام حلو، باحبكم والله، يعني مش عارف أقول لكم إيه. والناس اللي كانت بتدّيني نصايح برضه باحبكم أكتر وأكتر، لإن أنا باحب ده، باحب الحتّة ديّة أكتر. ولو أنتم عندكم نصيحة لحاجة أحسن تتعمل يا ريت تقولوا لي، لإن خلاص إحنا الseason ده بنودّعه. و ودي آخر دي الحلقة اللي قبل الأخيرة مش آخر حلقة، الحلقة الأخيرة إن شاء الله هتكون السبت الجاي بإذن الله يعني. وهيكون خلاص خلّصنا الseason الأولاني، وهابتدي أتجهّز لحاجات تانية يعني بقى في حياتي، وهاجهّز نفسي برضه للseason الجاي إن شاء الله، يكون بشكل أحسن وأفضل بكتير عن الseason الأول بإذن الله يعني. ولو عندكم اقتراحات يا ريت تقولوا لي، يعني في كومنتات بقى عايزين تبعتوا private في messages على أي حاجة من السوشيال ميديا تمام. هو بس الفيسبوك فيه مشكلة كده ما أعرفش، كل ما أعمل page تقوم هوب واقعة وأرجع أعمل واحدة تانية وتقوم هوب واقعة، ما أعرفش إيه المشكلة يعني. بس باحاول أتفهم لإن أنا ما ليش في حتة الpages بتاعة الفيسبوك ديّة أوي يعني، ما أعرفهاش وما أعرفش إيه مشكلتها. فهاسأل حد متخصص في الموضوع ده، وهاحاول أفهم أنا إيه مشكلتي في الpage اللي كل شوية فيسبوك يقفلها لي دي، ما أعرفش ليه يعني. هل كارهينّي مثلًا، في حاجة غلط في الpage؟ ما أعرفش يعني، في حاجة ما بيني وما بينهم ما أعرفش في إيه. بس المهم يعني إن إن شاء الله بإذن الله قريب المشكلة دي تتحل ويكون في page على الفيسبوك لو ده أسهل للناس يعني. آآ وبس خلّونا ندخل في الحلقة. الحلقة النهارده زي ما قُلت هنتكلم عن الافتراضات. و هي يعني من ناحية الافتراضات الخاطئة اللي الناس بتفترضها على الناس التانية، أو بيفترضوها على بعض يعني. آمم م من غير ما حد يقول يعني. على سبيل المثال، لو أنا مثلًا جيت قُلت لك في مرّة من المرّات، وإحنا زمايل في الشغل أهو، وجيت قُلت لك أنا هاخد أجازة عشان مسافر لأخويا مثلًا، وخدت أجازة وسافرت لأخويا قعدت عنده أسبوع، أسبوعين، ورجعت وسِبت 7، 8، 9، 10 شهور مثلًا بعدها ورُحت قُلت أنا هاخد أجازة علشان مسافر مثلًا أشتغل برّه. في ناس هينقسموا إلى قسمين لو إحنا في نفس المكان يعني، في الشغل مثلًا، فهتلاقي ناس تمام ألف مبروك وربنا يعينك وإن شاء الله ربنا يوفقك ومش عارف إيه وبتاع.
ودول ناس سوية وكويسة وما بيتكلموش فيما بعد، خلاص وقفوا لحد هنا تمام. في ناس تانية هتفترض افتراضات ما لهاش أي علاقة بالواقع ولا حصلت ولا أي حاجة، بس هو دماغهم بتحب تعمل سيناريو للحاجة. هو كلنا يعني مش الناس دي بس، كلنا بنحب نعمل الحاجة ديّة يعني، بس في فرق ما بين شخص بيطلّع الأفكار اللي جوّه دماغه دي ما بينه وما بين أشخاص تانية مثلًا، وفي فرق ما بين شخص خلاص بيقفل على الأفكار دي في دماغه ولأ طالما ما حدش قالها فتمام. فهيفترض افتراض لطيف جدًا، غلط جدًا يعني، المهم افترض افتراض إني أمّا سافرت لأخويا، أنا ما كنتش مسافر لأخويا، أنا كنت رايح أدوّر على شغل وإني فضلت متكتّم جدًا على الخبر و وإن أنا خلاص خلّصت الإجراءات بتاعتي وفضلت بقى ال10 شهور دول باخلّص في ورق وحاجات كده في الكتمتم، وإني دلوقتي باخد الأجازة عشان أنا لمّا سافرت من 9، 10 شهور كنت باضبّط الoffer بقى بتاعي والّا الشغلانة بتاعتي والكلام ده. وده افتراض لا صحة له بالواقع مثلًا، بس أنت ليه تعمل حاجة زي كده؟ يعني ليه تفترض ده؟ ليه تفترض سوء النية أو تقول ده أنت العُبان، ده أنت خبيث، تعمل حركات بقى من ورانا وبتاع وتروح تدوّر على شغل، يا سيدي حياتي وأنا حُر فيها، إن شاء الله عملت مثلًا الافتراض ده اللي أنت بتفترضه ده، ما عنديش مشكلة لو أنا برضه عملته وما قُلتلكش أنت مالك، طالما أنا ما باقولكش حاجة ما لكش فيه، الموضوع سهل وبسيط، يعني بلاش تحشر نفسك في حياة الآخرين، سيب الناس في حالها، طالما أنا ما قُلتلكش حاجة ما تشغلش بالك بحياتي، تمام؟ فما تفترضش بقى، ما تفترضش أي حاجة أنا ما قُلتهاش وما حصلتش ويعني ولو رجعنا للمثال تاني، فأنا كنت عادي مسافر رايح لأخويا وقعدت معاه شوية، وبعد كده لمّا رجعت جالي بقى لإن كنت مثلًا بادوّر أنا لوحدي ما لوش علاقة بقى بالسفر ولا لمّا سافرت دوّرت ولا أي حاجة، بس ده مثلًا اللي حصل، ده السيناريو الحقيقي اللي حصل. ليه تفترض بقى سيناريو عكس ذلك وتقعد تنشره بقى في المكان وتقول أصل ده فلان عمل كذا وده عمل كذا وكان قصده بقى وما كانش قصده، على إيه يعني ده كله؟ طالما أنا ما قُلتهاش فخلاص ما تقعدش تتخيل بقى وتتوقع حاجات ما حصلتش. بصراحة إن جينا للحق كلنا بنعمل ده، وزي ما قُلت هي دماغنا بتحب تألِّف سيناريو عشان القصة تكتمل، لإن هي بالنسبة لك هي قصة بأحداث متفرقة كده، يعني بالنسبة لي أنا يعني باحلّلها بالشكل ده يعني، إن هي بالنسبة لك في حدث إن هو الشخص ده سافر في وقتٍ ما، وفي حدث تاني متفرّق عنه إن هو جاله شغل بعدها في نفس البلد مثلًا، إيه بقى إيه اللي يربط الحدثين مع بعض، فدماغك بقى تقعد تودّي وتجيب، ده لمّا سافر أكيد كان بيدوّر، ده لمّا عمل مش عارف إيه، يا ابن اللذينة ده إيه ده، ده دماغه سِم. وفي نفس الوقت أنا بالنسبة لي الأشخاص دول باحسّهم هم نفسهم عمرهم ما يقولوا لحد هم بيعملوا إيه في حياتهم، طب أنت ليه ما تقولش لحد أنت بتعمل إيه في حياتك ومستني إن حد يقعد يحكي لك كل خطواته وكل دنيته، طب ما قُلتش ليه، طب ما عملتش ليه؟ واستغرب الناس جدًا اللي مثلًا تيجي تقول له نفس المثال يا عم وجالك شغل بعدها وبتاع، طب ما قُلتش ليه يا عم من الأول؟ أنت مالك أنت ما أقول لك والّا ما أقولكش، أنت مال أهلك يا عم، أنت كنت من بقية أهلي، ده أنت غريب أوي يعني أنت مالك، ما لكش دعوة بيّا، ما تشغلش بالك بقى، أنا ما باقولش يا سيدي، ما تشغلش بالك. بس الكتمان مش معناه عشان برضه تبقى عارف يعني الكتمان مش معناه إني أكدب، عشان ما تكدبش يعني يعني مثلًا ما تكونش ب لابس بدلة ورايح interview وباين جدًا إنك في وضح النهار ورايح interview وحد يقابلك من زمايلك والّا حاجة، فتقول ويقول لك أنت رايح فين؟ تقوم قايل له مثلًا رايح فرح مثلًا، يعني مش يع مش محبوكة، فيعني ما تقولش يعني ما تكدبش يعني، خلاص رايح والله عندي مقابلة فلانية في المكان الفلاني وخلاص، بس سلام، 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 مش لازم بقى نقعد نتكلم في تفاصيل يعني. ربنا يسهّل أيًا يكن بقى، يعني قفّل على الكلام لو أنت شخص يعني ما بتحبّش تتكلّم كتير، قفّل على الكلام وخلاص، لكن هتكذب ما لوش لازمة، تمام؟ يعني كده أنت بتخلّص يعني مشكلة بكدبة، أو يعني بتحاول تحِل حاجة عندك أو issue عندك يعني بكدبة، وده مش حاجة لطيفة بالنسبة لي بصراحة يعني. أو أنا كنت فاكر زمان إن أنا لو كدبت فأنا كده ده كتمان، بس لأ، ده مش كتمان خالص، ده كده ده كذب يعني، فبقيت عادي، اللي هو لو حد
سأل أنت مؤخرًا بتعمل إيه، أنا باعمل 1، 2، 3، 4 أنت في مثلًا حاجة بتعملها دلوقتي أو أيًا يكن. فالموضوع بسيط، يعني هاقول الحاجة خلاص هي دي، خُدها كده بمصداقيتها، ما تفتكرش إن في حاجة يعني في كلام تاني ورا الكلام اللي أنا باقوله، وما تحطش سيناريوهات تانية ورا الكلام اللي أنا باقوله، اللي أنا باقوله هو ده اللي حصل. برضه مثلًا البنات اللي مثلًا يتخطبوا مثلًا وما بتبقاش عايزة تعلن وبتعلن متأخر أو، فتلاقيها بعد ما أعلنت تلاقي في شلة كده من البنات تانية حواليهم أو حواليها دي كانت من فترة كان كده فيها حاجة متغيّرة كده، كانت غريبة كده. ف ف ف فأنا حاسة إنها كانت في الوقت ده بقى كانت بتحب يا لهوي يا بنت الإيه يا لذينة، اللي هو ليه؟ ليه كل ده؟ ليه كل الافتراضات التي لا أساس ولا صحة لها بالواقع؟ يعني ليه؟ خلاص هي اتخطبت في وقتٍ ما أو في وقتٍ ما وأعلنت في وقت تاني وخلاص، وزي ما هي عملت يا سيدي يبقى أنت اعمل، يعني ما يا ستي يبقى أنتِ اعملي اللي هي عملته ده اعمليها معاها تاني لمّا تتخطبي، ما تقعديش بقى اللي هو إيه، ده أنا باقول لِك، ده أنا باعمل لِك، وعلى نفس ال على نفس المنوال إن في مثلًا ناس بتفتكر وأنا دي مشكلة كنت باقابلها مع واحد يعني صديقي زمان يعني، إن هو فاكر إن هو لمّا يحكي لي حاجات في حياته، إن أنا هاحكي له حاجات في حياتي، وده افتراض منه، افتراض على عكس الواقع برضه. أنا شخص ما باحبش أحكي أي حاجة، أنا كحسام مثلًا يعني ما باحبش أحكي أي حاجة، أحب أشخاص معيّنة كده أحكي لهم حاجات معيّنة، وأشخاص تانية أحكي لهم حاجات معيّنة، على حسب أنا مرتاح لإيه في الوقت ده. فما تقعدش يعني تفتكر إن أنا مستقصدك في حاجة، لا خالص، أنا مرتاح لك في الجزئية الفلانية هاحكي لك عنها، مش مرتاح لك مش هاحكي لك عنها. في حاجات معيّنة ممكن أحكيها لك أنت وما احكيهاش لحد تاني، فما تفترضش بقى سوء النية في الحتّة دي، اللي هو أنت بتحكي لي مثلًا عن علاقاتك العاطفية، فمستني منّي إن أنا أحكي لك عن علاقاتي العاطفية، لا والله يا ابني، مش هاحكي لك أي حاجة، أيًا يكن بقى في حاجة والّا ما فيش، بس أنا مش هاحكي لك أي حاجة، كده، دي شخصيتي. ما تفترضش بقى افتراض إن هو أنا طالما باحكي لك يبقى أنت لازم تحكي، وكانت خناقة، دي كانت خناقة ما بيني وما بينه، "لأ ما بتحكيليش ليه؟" كده بقى فاهم؟ اللي هو يا عم مش لازم أحكي لك، يعني ما بتحكيليش ليه بقى؟ أنا باقعد أحكي لك، أنا باقعد أعمل 1، 2، 3 مش لازم الموضوع سهل وبسيط، أنت ما فرضتش عليك إنك تحكي لي حاجة، وأنت حُر، عايز تكمّل تحكي براحتك، عايز توقّف بقى ما تحكيش حاجة تاني ما تحكيليش. والله ولا فرضت عليك تحكي لي، ولا فرضت عليك ما تحكيليش، ولا قُلت أي حاجة خالص، ولا قُلت لك علاقتنا دي قائمة على المساومة، إنك هتحكي لي حاجة وأنا هاحكي لك حاجة تانية قصادها، خالص ما فيش حاجة اسمها كده. أنت اخترت ده إنك تحكي لي عشان أنت مثلًا مرتاح لي، بس ما تبقاش مختار ده إنك بتحكي لي عشان أحكي لك فيما بعد. بلاش الافتراضات الخاطئة اللي ما لهاش صحة بالواقع اللي بيحصل ده. و زي ما بنفترض افتراضات يعني خاطئة في أوقات مش صح أو أوقات مش بتاعتها يعني، للأسف الشديد آآ بيحصل حوالينا زي ما بتشوفوا مثلًا على السوشيال ميديا حاجات كتير أوي من الحاجات اللي حصلت يعني المشاهير كتير بقى وانفصالات ومش عارف إيه وبتاع، تلاقي كل واحد بيحكي قصة ما لهاش أي علاقة باللي بيحصل، وأنتم ما تعرفوش أصلًا حياة الناس ديّة عاملة إزاي، ما تعرفوش هم مرّوا بإيه، ما تعرفوش أي حاجة. تفترض ليه إنه فلان خانها، ما أنت تعرف إيه اللي حصل؟ لا، لا خانها أنا عارف. هو خانها أنا عارف إن هو خانها، أنت تعرف منين؟ الثقة اللي أنت فيها شُفته وهو بيخون واحدة تانية مثلًا، شُفته وهو بيخونها مع واحدة تانية؟ لا، لأ، بس أنا عارف إن هو بيخونها، يعني طالما ما شُفتش ما تقولش، الموضوع سهل وبسيط، وطالما ما قُلتلكش على حاجة فما تفترضش العكس، يعني ما تفترضش بقى حاجات سيناريوهات من دماغك وتفضل فاكر إن هو ده اللي بيحصل، ولو أنت عندك شك إنك آآ يعني عارف إن أنا مخبّي حاجة مثلًا وبتفترض إن أنا مخبّي حاجة، وبتقعد تسترess عليَّ من ناحية إنك يعني تتحداني يعني في الحاجة ديّة عشان أقول لك إيه اللي أنا مخبّيه، فلأ برضه.
في الغالب بنسبة كبيرة أوي يعني باقفش الكلام ده وما يعني ما بانساقش وراه، يعني مش هتلاقيني باعمل لك اللي في دماغك، مش هانوّله لك من الآخر يعني عشان ما تفتكرش بس إنك ناصح أو. وزي برضه ما بيحصل افتراضات في حاجات كتيرة أوي كده، أنت ممكن تكون بتتكلم في نُصّها مثلًا والناس بتكمّل بقية القصة، في افتراضات بقى من اللاشيء، من اللاشيء حرفيًا، يعني أنت قاعد ساكت في أمان الله، مثلًا بتعمل share لposts دينية على الفيسبوك مثلًا، فبيفتكروا إنك مش ولا بُد كده الفترة دي، الواد ده شكله مش ولا بُت كده، مش ولا بُت شكله، شكله كده الواد ده فيه حاجة، نكلمه بقى، اللي هو يا عم أنت مالك، أنت مالك أنت، يعني ما فيش حاجة، ما عادي، باعمل share لحاجة مع نفسي، ده أنا بارتاح لده، ما فيش حاجة في دماغي أصلًا ولا في أي حاجة بتدور جوّه، دماغي فاضية يا عم دلوقتي، ما فيش أي حاجة. لا، لا مالك يا عم مالك، أنت في حاجة متغيّرة يا ابني، فيك حاجة غريبة. في حين إن كُلّنا بنتغيّر من فترة للتانية، في حين إن كُلّنا لينا فترات بنعمل حاجات وبتيجي فترة تانية تعمل حاجة تانية وهكذا، وهكذا. بس في ناس كده اللي هو ليها تركيز معيّن في حاجات، في تصرفات أنت بتعملها، تصرفات معيّنة بقى، مش تصرفات عامة، تصرفات معيّنة أنت بتعملها، يبتدي يلقط بقى ويجمّع أحداث ببعضها وخيوط ببعضها ويبتدي بقى Sherlock Holmes اللي جوّاه يطلع ويقعد يقول لك بقى ده كان في الوقت الفلاني ده، ياه! كان سرحان سرحان رهيب وكل ما ننزل معاه يقعد يسرح وبتاع، شكله كده كان هيمان الواد ده في وقتها، بعد كده بعدها بكام شهر خطب، لأ، ده هو كان من وقتها بقى، كان من وقتها كان بيحبها، كان بيحبها وكان بيقعد يكلمها وبتاع ومش عارف إيه، وممكن ما يكونش أي حاجة من الحاجات دي بتحصل. نوصل لسؤال واحد في الآخر، ليه؟ ليه نفترض افتراضات ما حصلتش؟ ليه بنقول حاجات أنا شخصيًا ما قُلتهاش؟ هارجع وأقول لك ليه؟ سهلة، سهلة وبسيطة. أو مثلًا مشيت من الشغل، يعني خلّينا في حاجة مثلًا ممكن يكون ناس كتير بيمرّوا بيها، أنت مشيت من الشغل، متضايق يا عم من شغلك، قرفان، وراك حاجات تانية برّه شغلك، أيًا يكن، الواد ده رايح شركة تانية شكله كده، الواد ده شكله رايح في حتة تانية، يا عم لأ مش شرط. بُصّوا هاقول لكم على مثال لطيف جدًا، واحد صاحبي حكاه لي يعني كان بيتكلم عن الناس اللي معاه في الشركة وقد إيه هم تلات أرباعهم يعني غير سويين نفسيًا، وأثّروا عليه في ده، خلّوه تقريبًا بقى زيّهم، وبيقول أنا الحمد لله إن أنا أنقذت نفسي وباحاول إن أنا أتعافى من اللي هم عملوه فيّا ده. على طول يفترضوا افتراضات ما لهاش أي حاجة باللي بيحصل، عارف أنت اللي هو الفاضي اللي ما وراهوش أي حاجة ده، فالفاضي يعمل قاضي، المثل ما أعرفش هو صحيح والّا إيه، أيًا يكن يعني الفاضي يعمل قاضي بقى ويقعد يفحّص ويمحّص بقى في الحاجات اللي حواليه، هم دول كده. فهو جه في وقت من الأوقات اتخنق من الشركة واتخنق من مديره فراح ماشي، ف يعني ما كانش الشغل بالنسبة له جايب هَمّه، يعني هو بالنسبة له كان بيزيد هَمًا وهو رايح الشغل، وهو راجع بقى يزيد هَمًا أكتر وأكتر بقى، يعني بالنسبة له الموضوع كان مشوار تقيل إن هو يروح الشغل ده، فقرر إن هو يمشي، وقال ربنا ييسّرها وإن شاء الله ألاقي حاجة، هو كان كده عنده صيدليته ودنيته، فقال ربنا ييسّرها وألاقي شغل تاني، فتمام ما عندوش أي مشكلة. مشى من الشغل، وإذ يُفاجأ بعدها بشهر إن في ناس وصّلت له كلام إنه الناس والله في الشركة اللي أنت كنت فيها قالوا إنك مشيت ورُحت شركة تانية، أنت رُحت فين؟ قال لهم: "ما رُحتش في حتة." حد بيكلمه يعني فقال له: "ده فلان كان لسه بيقول لي إنك مشيت ومش عارف إيه وبتاع، فرُحت شركة إيه بقى؟" قال له: "ما رُحتش في حتة، ما فيش عادي ما عنديش حاجة، أنا مش شغال في حاجة حاليًا يعني، هي الصيدلية بس باتابعها كل فين وفين." قال له: "يعني ما رُحتش في حتة يعني؟" قال له: "أيوه، يعني هاكذب عليك ليه ما رُحتش في حتة." قال له: "أصل إحنا تخيّلنا إنّك رُحت في حتة." قال له: "تخيّلته ليه؟" قُلت له: "والله جدع إنّك قُلت له كده." قال له: "تخيّلته ليه؟ أنا قُلت حاجة، أنا قُلت إن أنا ماشي، ما قُلتش إن أنا رايح في حتة تانية، لو رايح في حتة تانية هاقول إن أنا رايح في حتة تانية، هاكذب عليكم ليه يعني؟" ف فقال له: "لا يا عم لا تكون بتخزي العين والّا حاجة." قال له: "لا يا حبيبي ما رُحتش في حتة، سلام." وراح قافل معاه. قال لي: "من بعدها بقى أنا حسّيت إن أنا الحمد لله إن أنا مشيت من المكان ده." قُلت له: "آه فعلًا الحمد لله إنّك هربت منّيهم، لإن كده المنظر ده ما كانش هيبقى لطيف بالنسبة لك خالص يعني." وهو عنده حتّة لطيفة كده أنا باحبها،
بصراحة يعني، حتّة المصداقية، إن أنا باقول لك النهارده أنا مش نازل عشان مش حاسس إن أنا عايز أنزل، فتمام. لكن في ناس غيره اللي هو أنا مش نازل والله ورايا مشوار، وهو ما وراهوش حاجة قاعد في البيت، عنده مش عارف أيًا يكن إيه ظروفه مش سامحة إن هو ينزل، فتلاقي ناس بتخترع حاجات أو يعمل نَفْسه إن هو بقى عامل business man اللي مشغول اللي مش عارف إيه وبتاع، يفترضوا افتراضات ما لهاش أي 30 لازمة ولا أساس من الواقع يعني. هاحكي لكم برضه مثال لحاجة حصلت على سبيل الافتراضات برضه. كان نقاش يعني مع حد أعرفه في مكان يعني كنت شغال فيه قبل كده معاه، هو راح لشركة يعني فبيتكلم إن هو عشان يوفّر مُعدات بشكلٍ ما، فلازم بقى يقعد يلِف ويفاصل ويعمل ويخلّي ويسوي، كنا بنتكلم في حاجات كده كتير يعني، فجات حاجة فيها مجهود شخصي بيُبذل من شخص بيقدّم له خدمة. فباقول له عشان دي أنا ما باحبهاش واشتغلت فترة في حاجة زي كده، فباقول له: "ما تبخسش حق حد." باقول له يعني بعد نقاش مطوّل كده يعني، فباقول له في الآخر بس نصيحة يعني ما تبخسش حد حق حد. فقال لي: ما بخستش حقه، يعني ما قُلتش حاجة، أنا بافاصل معاه لإني أنا حسيت إن هو مُبالغ أوي فيها." قُلت له: ما سيبه وروح روح لغيره." قال لي: "لأ، عشان بس هاخلّص معاه كذا حاجة، منهم الحاجة اللي أنا زوّدتها عليه دي، وما بخستش فيها حقه، بالعكس أنا عطيته حقه اللي داير في السوق." قُلت له: "طَب أنت شُفت منه الquality الحاجة اللي طالعة؟" قال لي: "أنا عارف إن الquality بتاعته كويسة." قُلت له: "طيب خلاص ما تسيبه يعني يقول سعره." قال لي: "ما هو قال سعره وأنا قُلت سعري والموضوع باتفاق ما بيني وما بينه، هو لو رافض ما كان رفض من الأول." قُلت له: "هي وجهة نظر، بس أنا باحس إن أنت كده بخست حقه، يعني إن هو مش عايز يخسرك مثلًا فأنت تغاضى عن حاجة." قال لي: "ماشي، في الأول وفي الآخر خلّينا متفقين إن هو ممكن يكون تغاضى عن حاجة بزيادة، مقابل إن هو ما يخسرنيش، لإن هو عارف إن أنا فيما بعد ممكن آجي له تاني." قُلت له: "طب ما أنت هتروح له تاني وهتقعد تبخس أكتر وأكتر." قال لي: "وقتها هو ليه الحق إنه يقبل أو يرفض." قال لي: "بس أنا لازم، أنا اتعلمت في شغلي إن أنا لازم أفاصل، إن أنا لازم أعمل." قُلت له: "طب وأنت لو جيت رُحت في شركةٍ ما وقُلت إنك هتشتغل مثلًا في الشركة دي، فقُلت لهم والله أنا كان الsalary بتاعي أو المرتب بتاعي كان في المكان الفلاني X، أنا عايز هنا 2X." هييجي مثلًا اللي بيعمل لك interview يقول لك: "لأ والله أنا شايف إن شغلك ده يجيب 1.5." هل ده بالنسبة لك مُرضي؟ قال لي: "ما هو بالاتفاق برضه." قال لي: "ده offer محطوط على الترابيزة، أقبل أو أرفض أو offer رايح جاي، لكن لو هو مستني منّي يا قبول بس، يا رفض بس، فخلاص أنا مش هاشتغل الشغلانة دي." قُلت له: "طَب مش شايف إن ده بَخْس لحق برضه؟" أنا باتناقش معاه عادي، أنا مش مقتنع 100% يعني مش بافرض عليه رأيي، يعني أنا بنتناقش نقاش عادي يعني. فقُلت له: "طَب أنت مش شايف إن ده بَخَس حقك؟" قال لي: "أنا شايف إن هو قلِّل من قيمتي." قُلت له: "أيوه، هو ده اللي أنا عايز أوصل له." قال لي: "لأ، بس دي حاجة ودي حاجة، لمّا أنزل في السوق باشتري بضاعة أو باشتري منتج أو حاجة بتتعمل في الأول وفي الآخر هو منتج موجود عند غيري وغيري وغيري، فأنا قدّامي اللي معروض كُلّه وقدّامي الأسعار كُلّها وقدّامي الqualities كُلّها وأقدر أروح أختار." فقُلت له: "طَب أنت ليه افترضت إن ده مزوّد عليك في السعر؟ ما يمكن هو الخامات اللي بيجيبها أحسن." قال لي: "ما هو لو الخامات اللي بيجيبها أحسن هيقول لي من الأول والله أنا باجيب خامات بالشيء الفلاني." قُلت له: "طَب ماشي، هنفترض بقى إن هو بيجيب خامات أحسن." وهو قال لك أنا والله باجيب خامات ب80 وهابيع لك البتاع ب100، وأنت شايف برّه حد بيجيب خامات أقل شوية وبيطلّع الشكل في الآخر مقبول وبيقول لك ب90، فأنت رُحت قايل له لأ أنا شايف برّه ب90، فراح قايل لك خلاص هاعملها لك ب90 وهو كده قلل من مكسبه من 20 ل10، فليه تفترض إن هو كان مكسبه كبير وإنك قللت مكسبه؟ ما يمكن هو بيستنضف في الحاجة عايز quality الحاجة تطلع أحسن. عارف أنت الحاجة قُلت له: "عارف أنت لمّا تروح تقول مثلًا أنا هاشتري أكل premium فتروح للمكان الفلاني اللي بيعمل الأكل الpremium أنت عارف إنك هتشتري حاجة أغلى، بس كسعر هي بالنسبة لك أنت دافع في حاجة بquality حلوة يعني؟" قال لي: "آه فاهم." قُلت له: "بس هي دي زيّها، هو الراجل عايز يوصل لquality premium في الأول وفي الآخر، فأنت كده باحسّك بخست حقه." قال لي: "لأ بُص أنا اتعلمت في السوق إن أنت تفاصل، أيًا يكن إيه الوضع أنت بتفاصل عشان تجيب أقل حاجة أحسن جودة بأقل سعر." قُلت له: "حلو، بس أنت كده افتراضك دايم على إن كل الناس بتضحك عليك." قال لي: "ما أنت برضه مش في المدينة الفاضلة." بس وهنا وقعت عليَّ وقع الصاعقة بالنسبة لي، لأن أنا فعلًا خدت كلامه
خلاص أنا فعلًا مش في المدينة الفاضلة والله، أنا ليه أفترض إن كل الناس بحُسن نيّة بيتكلّموا، بس ليه برضه أفترض إن كل الناس بسوء نيّة بيتكلّموا؟ طب لو افترضت 50، 50 يبقى كده أنا قدّامي الشخص مش باتعامل معاه بأريحية دايمًا، فلقيت إن أحسن حاجة هو اللي أنا باتعامل بيها دلوقتي، والله أنا مرتاح لك هاتعامل معاك بالأسلوب ده، مش مرتاح لك من الأول مش هاتعامل معاك خالص. بس الموضوع سهل وبسيط، عارفين اللي هو الانطباع الأول، بيقولوا لك في أي حتّة كده الانطباع الأول بيدوم، فلو حد حَس بيك إنّك فيك حاجة حلوة، خلاص هو من الأول حَس فيك إن فيك حاجة حلوة فتمام، بالنسبة له أنت مقبول، لكن لو أنت من الأول بالنسبة له مش مقبول، صعب أوي تغيّر الفكرة دي، هتتغيّر، ما فيش مشكلة إنّك تغيّرها، بس صعب أوي إنّك تغيّرها، مش زي ما يكون هو من الأول عاطيك الانطباع الحلو، يعني فاهم؟ ده بصراحة اللي أنا لقيته، اللي أنا ارتحت له وقُلت له في الآخر بُص، أنت كلامك صح، بس أنا مرتاح لجزئية، إن أنا هاتعامل باللي أنا مرتاح له. قال لي: "يا باشا اللي يريحك." قال لي: "أنت اتعامل باللي يريحك، أنت مرتاح لده اعمله." قُلت له: "آه، أنا بالنسبة لي كده، أنا في حاجات مثلًا باحس إن أنا والله الشخص مثلًا قال لي إن الproduct ده المنتج ده منتج A بسعر 50 ومنتج B بسعر 40 وأنا شايف إن A ده quality أحسن ومصروف عليه وبتاع، هاروح أدفع ب50 مش هاروح ل ل50 وأقول له لأ والله أنا شايف إن التاني ب40 ما تروح تشتري اللي ب40 زي الناس مثلًا اللي بييجوا يدخلوا الصيدلية، ما بتعملوش خصم، لا يا سيدي أنا مش ده مش عارف مين بيعمل خصم، روح هات من سهلة وبسيطة، روح هات من فلان اللي بيعمل خصم، أنا مالي طيب، ما بنعملش إحنا يا سيدي، إحنا هنا ما بنعملش. عايز تروح تاخد خصم روح خده من هناك بقى، ما تجيش بقى تقعد تلف وتدور عليَّ، ما باحبهاش الحركة دي، ده مش عارف مين بيعمل لي 70% يا عم روح بقى اتكل على الله 70% إحنا قاعدين في محل هدوم، في إيه؟ بس فيعني نهايةً الموضوع يا جماعة أحسنوا النية في الناس اللي حواليكم قدر الإمكان، وفي الأول وفي الآخر دايمًا اتعامل على طبيعتك خالص مع الناس اللي حواليك، مرتاح للحاجة اللي بيعملوها تعامل على ده، مش مرتاح ما تفترضش افتراضات ما حصلتش، عشان ننهي الموضوع ده بقى ونقفله خالص، تمام؟ تمام، يالّا سلام يا شباب، وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير، سلام يا حبايب.